تعالوا بقى شوفوا معايا اشتريت ايه النهارده نزلت السوق وانا عادتي كده. لما اكون عايزه اشتري حاجه ما بشتريش كل حاجه مره واحده عشان ما اتعبش ولا اعمل مجهود. النهارده بقى لقيت فيه كده ترند حلو قوي ان هو رجعنا تاني للحلل الالومنيوم البلدي. وقلت بقى اشتري الحاجات دي اشوف النتيجه ايه هتبقى حلوه في الطبيخ. طبعا طبخنا كان زمان كله فيها وكانت حلوه قوي. النهارده بقى انا اشتريت الحله دي كبيره قوي. الحله دي يعني تاخد دكر بط، تاخد دكرين بط. الحله دي زي ما انتوا شايفين كده عامله 500 جنيه. طبعا هي مش غاليه ولا حاجه لان وزنها تقيل، والحاجات دي بتتباع بالوزن. وانا قلت بقى انا لازم اجيب بقى الحله دي في رمضان علشان اعمل فيها دكر البط اول يوم رمضان، عشان عزومه اول يوم رمضان دي اول حاجه. الحلة البلدي كده الألمونيا اللي الأكل فيها بيكون له طعم وريحة مش طبيعية، حاجة زمان بقى. الحلة التانية دي بقى صغنونة مش كبيرة. جبتها كده علشان أعمل فيها حلة محشي صغيرة، أعمل فيها الرز. طبعا الحكاكة بتاعتها بتبقى حلوة قوي، بتبقى كده محمرة ومقرمشة. عارفين الحكاكة يعني اللي هي بنحكها من قعر الحلة كده. الحلة دي بقى علشان الرز، عشان حلة المحشي، عشان شوية مكرونة، الأكل فيها بيكون خطير. الحلة دي بقى عملت 220 جنيه بس. الحلة دي بقى عجباني قوي عشان حجمها حلو قوي. هعمل بقى فيها الحاجات الصغيرة اللي مش كتير. حبة الرز، شوية المكرونة كده يعني. الحلة دي بقى عاملة 220 جنيه، وهي أصلا زي ما بقول لكم كده بالوزن هي تقريبا وزنها أكتر من كيلو بشوية، لكن هو الكيلو عامل 220 جنيه. هي كانت أكتر من كده بشوية. الصينية بقى صينية الكيكة، وصينية بقى البطاطس في الفرن، حاجة قشطة قشطة قوي. الصينية دي بقى عاملة 160 جنيه، طبعا اقل من كيلو لان الكيلو ب220 جنيه. الصينيه بقى الالومنيوم البلدي كده اللي بيطلع منها ريحه البطاطس مش طبيعيه. بطاطس كده في يعني زي ما تقولوا كده طعمه مش عادي. بجد الطبيخ في الالومنيوم حلو قوي. رجعنا تاني بقى لعاداتنا وحاجاتنا بتاعت زمان، الالومنيوم البلدي، واللي الناس كلها عاملاه ترند دلوقتي. كل الناس بتقولك لا احنا هنجرب بقى نطبخ في الالومنيوم البلدي. هنا بقى جبت الطبق ده كان عامل 65، والطبق ده كان عامل تقريبا 55. انا بجيب كده من كل فيلم اغنية، انا ما بحبش اجيب 6 اطباق يا جماعة. الطبق ده بقى عامل 50 بس. الاطباق ديت انا جايبه من كل واحد شكل كده. بجمع اطباق يا جماعه رمضان، يعني انا لسه ما اشتريتش كل الحاجات، يعني انا بوريكم جزء من الاشياء اللي انا اشتريتها. هنا جبت بقى الكوبايات دي عاملين الستة 240 جنيه، يعني الواحده واقفه كده ب40 جنيه. الكوبايه دي بقى تنفع عصير وتنفع ميه وتنفع شاي، حاجه كده حلوه. الخامات بتاعتها حلوة قوي. هنا جبت كوبايات بالشكل ده. الكوباية بقى النونو دي، الكوباية البيبي دي حلوة قوي عجبتني فجبتها. الكوباية عاملة 25 جنيه بس. طبعا مفيش حد بيشرب قهوة في البيت غيري، فانا هشرب فيها القهوة بس. والله يعني عايزة اقول لكم ان هي حجمها واسع، وممكن ان انا اشرب فيها كوباية الشاي كمان. الكوباية دي عجبتني قوي، شكلها لذيذ قوي ونونو كده. الطبق ده بقى بلاستيك مش غالي. الطبق ده عامل يا ربي 10 جنيه. فانا قلت بقى صورة بكار ونفرح بقى بأيام زمان وأيام بكار. وجبت الطبقين دول ب20 جنيه كده عشان بهجة رمضان، احط فيهم المكسرات، احط فيهم كوباية القهوة وانا كده شايلاها. يعني الحاجات البسيطة دي فرحتني بجد يا جماعة. يعني أنا النهاردة صرفت كده حوالي 1000 جنيه، بس الحاجات مش كتيرة. يعني كل كده ما بيكون معايا 1000 جنيه فايض عن حاجتي، انزل بيه السوق واشتري بقى شوية حاجات كده. يعني تفرحني. يعني بصوا الحاجات البسيطة دي بتفرح. ما اشتريتش حاجات كتير، ما اشتريتش حاجات مكلفة يعني، بس بصراحة فرحتني قوي. الحاجات دي بقى انا شارياها كده النهاردة علشان افرح برمضان.
لكن لسه برضه هكمل، لسه يا جماعة هشتري حاجات تانية كتير، دي حاجات بسيطة كده عينات. وبرضه لما بنزل السوق بشتري الخضار او كده، وبلاقي حاجة حلوة وعجبتني بشتريها. يعني مشتريات رمضان مش بتيجي في يوم واحد، انا بجيب كده حاجات يعني كل بقى ما يتوفر معايا فلوس بشتري. لكن ما بشتريش كده مرة واحدة واعمل وقتي، اضيع وقتي ومجهودي في السوق، ان انا افضل بقى طول اليوم اشتري، لا. ولا حتى بخلص كل فلوسي في يوم واحد. انا لما بيتوفر معايا اي فلوس كده بشتري بيها الحاجات اللي انا بحبها كده. ممكن ما اشتريش 6 اطباق على بعض، انا بشتري كده كل طبق ليه شكل معين بحبه انا، يعني بيفرحني انا. بس وكده النهارده نزلت السوق اشتريت الحاجات دي، وطبعا اشتريت بقى الكرنب والخضار والحاجات التانية دي، عشان ممكن افرز حاجات لرمضان ان شاء الله، وهبقى برضو افرجكم عليها. والنهارده فرجتكم على بعض المشتريات بتاعتي كده بسرعة جدا. دي مشترياتي النهارده، وان شاء الله نكمل بقية المشتريات في يوم تاني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك.